التلاعب في التاريخ وصل لأن كل التماثيل في الكاتدرائية اللي قدامك ديت راسها مقطوعة، وهفهمك السبب. ديت كاتدرائية نوتردام في فرنسا، واحدة من أكبر المباني تعقيد في العالم، تحفة معمارية ملهاش مثيل، ومستحيل إن حد يعمل مبنى زي دوت من غير أدوات حديثة. لكن طبعا العلم مرة تانية بيقول عكس كده. في كل مكان في المبنى هتلاقي تماثيل بعدد رهيب، لكن كلها راسها مقطوع، والسبب الحقيقي ورا دوت مش إنها مكسورة. فسيبك من اللي بيقولوه، تعالى أقولك أنا الحقيقة دي مش مجرد وشوش بشر عادية، لكن اللي بنى مبنى زي دوت ما كانتش حضارة بشرية عادية. في أمثلة كتير عن دوت زي العمالقة والجن والملايكة الساقطين وغيرهم كتير قوي. كل الكائنات ديت بيتعاملوا مع البشر، لكن لما نبص هنلاقي التماثيل اللي راسها موجود اللي اتصنعوا أساسا لبشر عاديين، لكن اللي اتعملت لأي كائن تاني اتقطع راسها من على التمثال. بس حتى بص، بعد قطع الراس أجسام التماثيل ديت مش شبه اللي معمولة للبشر. واللي بوريهولك دوت مجرد أسلوب بسيط قوي عشان يخفوا التاريخ الحقيقي. كل اللي عليك تعمله إنك تبص على الدقة الرياضية والهندسة المرعبة في المبنى دوت. اللي قدامك ديت الهندسة المقدسة اللي كل القدماء كانوا بيستخدموها. مباني طاقة عملاقة بيقولوا إنها اتعملت للعبادة، بس زيها زي غيرها كتير بيقولوا عليها كده، غير المباني العظيمة اللي بيقولوا عليها إنها مقابر. وده شكل المبنى من جوه، التفاصيل في كل مكان، كأن المبنى بيقولك أنا مش عادي وما تصنعتش بأدوات عادية. قبب عملاقة، أعمدة مش موجودة في أعظم المباني الحديثة. في كل مكان في العالم بنشوف نفس النمط، حضارات مختلفة، ناس المفروض ما كانوش يعرفوا بعض وبدائيين، ولا شافوا بعض ولا تواصلوا ولا عمرهم اتكلموا، عندهم نفس أسلوب المعمار الرهيب. لكن لما بنشوف شغلهم بنعرف إن دول كانوا مهندسين، مش بس في المعمار، ده كمان في الفلك والهندسة الصوتية والطاقة. الناس دي كانوا فاهمين الترددات وكمان السيماتيكس. رغم مسحهم لحضارة ترتاريا من التاريخ، لكن المباني كلها حوالين العالم بتتكلم عنها قدام عينيك. هي دي تكنولوجيا الجن والملايكة والعمالقة اللي خبوها عننا. مفيش حاجة في التاريخ اتقالت لك حقيقة، كلها بتشككك وتبعدك عن الحقيقة وبس. فزي ما بقولك على طول، العين ملهاش قيمة لو العقل أعمى. الحقيقة جواك، فاشوفكم على خير. سلام.